بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن الآن في ريف حماة، وهي كتيبة المعتز بالله التابعة للواء المتحبين في الله يقومون بتجهيز الألغام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم أي كتيبة؟ نحن خيو الحمد لله رب العالمين كتيبة المعتز بالله التابعة للواء المتحبين بالله. نعم، ماذا تفعلون الآن سيدي؟ هلا بفضل الله عم نضبط ألغام ونجهزها لأخواتنا والسريات الموجودة لنا والتابعة لنا ضمن حماة وريفها. نعم، وين عم تشتغلوا هلا حاليا؟ يعني بأي منطقة في المحافظة؟ بفضل الله يعني في كذا منطقة عم نشتغل عليها. في بالريف وفي بقلب حماة. بالريف عندك الحمد لله عم نشتغل بالطيبة، بمورك، حوالي ضيع حماة، وفي مجموعات وسرايا ضمن حماة بقلب المدينة. ونحن هون ان شاء الله بفضل الله تعالى عم نجهز على الالغام باذن الله لنجهز لهم اياهم يزرعوهم هونيك مشان العصابات الاسديه ان شاء الله ما يضل حدا منهم. نعم. شو نوع الالغام اللي انتم عم تجهزون؟ يعني انا مثل ما انا شايف انه صنع يدوي. متوفرة عندكم الادوات والمواد كلياتها؟ الحمد لله، اول شغل يعني كله شغل ايدنا باذن الله، وعم نجهز. هلا احنا بنجهز لهم طلبهم للبلد لتحت. هلا في كميه مثلا، في عندنا كذا كميه. الوزن طبعا حوالي 150 كيلو. نعم، 150 كيلو. شو بتفجر؟ ال 150 كيلو اللي احنا حاطينهم للارتال، اذا اجوا على اي منطقه مثلا للرتل بنزرعه مشان نفجرهم باذن الله. ال 150 كيلو تقريبا يعني بتطير الدبابه باذن الله. نعم الحمد لله. طيب المواد متوفرة عندكم؟ مواد الألغام اللي عم بتجيبوها متوفرة ولا مقطوعة ولا من وين عم بتجيبوها؟ من ناحية المواد أخوي يعني المواد والله العظيم كثير صعبة علينا، كثير صعب تجهيزها وجايتها ووصولها لعنا، بس بفضل الله أي مواد نحن بنقدر نساوي فيها ألغام وتجهز معنا ما بنستثنى عليها، دغري بنجهزها منشان توصل للشباب تحت. يعني هاي المواد عبارة عن خليطة نحن صنع ايدنا، شغل ايدنا، زبطناها وجهزناها باذن الله عم نعبي لهم اياها مشان تنزل لعندهم، مشان توقف لهم اي شيء بيمتد عليهم، من اي شيء ما بتوقف وش شيء. هذا اللي عم نصنعه نحن هلا موجز 150 كيلو، هذا للدبابة اللي عم بتمر بطيرة باذن الله. نعم، هو الجيش الحر في ريف حماة يقوم بتصنيع الألغام ليرد عن نفسه أرتال جيش النظام القادم من مدينة حماة وغيرها.